اروح للناس بالشكل اللي هم عايزينه واخدهم معايا وارتقي، لان هم حلوه دي، بيحبوك. حلوه دي، دي حلوه. ودي في الخطه، هي دي الخطه. دلوقتي كمزيكا نفسها، كنوع فن نفسه، انت حابب اكتر وقت لما كنت بتغني طرب اكتر، ولا اكتر دلوقتي الوقت لما بقيت اكتر حاجات اللي هي ممكن تبقى بتنتشر اكتر وحاجات اكتر تجارية اكتر؟ انت اصلا مايل لايه؟ بص، هو انا قعدت 15 سنه او 13 سنه بعمل اغاني مش صعبه على الجمهور، دي صعبه على المغنيين صحابي. يعني كانت اغاني تقيله. يعني اغاني تقيله، فاهمني؟ يعني ممكن المطرب ما يعرفش يقولها. طب ليه انت بتحارب الناس ليه؟ ده الناس دي كويسه جدا وجايين عشان يغنوا معاك. انا مره اتذكر واحد في بدايه حياتي جابني في فرح، صعب عليا والله العظيم، صعب عليا جدا. عايز اقول له يا حاج، انت ليه بوظ فرحك؟ انت ليه جايبني؟ ليه جايبني؟ انا حزين جدا وهو بعمل يتألم بقى بفرحه هو العروسه. طب ليه؟ ليه يعني انت بتعمل اغاني علشان عايز تستعرض صوتك؟ انت بس انت اللي عايز تعمله، عايز تستعرض صوتك. ودي على فكره يعني بمناسبه انواع الغنى، يعني دي مدرسه كانت موجوده عندنا زمان في مدرسه الغنى. بدايه مدارس الغنى كانت 3 مدارس. حلو، ادخلني بقى في التكنيكه بقى. بديك دخلني بقى، علمني والله لا بديك شغل من بتاعي. ايوه، خش عليا. بدايه الغنى اصلا في الحياه اللي هو العربي والشرقي بوجه عام كانت مدرسه اسمها مدرسه تطريبيه. يعني المطرب بيطلع بس يستعرض حنجرته، اللي هو يكون في علمك انا مش راضي، صح. كل ساعة لك قاضي، يكون في علمك. لا المطرب انا اسمع الصوت على الفايبريشن، حاجات الورق قوي. دي كانت مدرسه كان فيها المطرب بس بيروح علشان يعبر هو قد ايه صوته يقدر يتحكم في طبقات صوته وفي امكانيات صوته. دي كانت مدرسه كان الرائد فيها الكبير والاعظم هو الشيخ سلامه حجازي. الشيخ سلامه حجازي حقيقه تعب لمده اسبوع وجاب ولد جديد. الولد الجديد ده كان فظيع، اسمه الشيخ سيد درويش. الله. الشيخ سيد درويش ده بقى هو جابه فعلا يد بيد. قال له كان زمان الناس ما بتنزلش في كاسيت وكده، كانوا كل واحد عنده تياترو بيروحوا الناس علشان يسمعوا في التياترو، مفيش اي وسائل الناس تتقدم فيهم. فراح جه المدرسه الثانيه بقى اللي هي بدايتها خالص ابتدت من الشيخ سيد درويش، الموسيقار الاعظم على الاطلاق، يعني كل الناس عارفه كده. اسمها مدرسه تعبيريه، يعني الكلام اللحن بيعبر عن الكلام فقط. يعني يقول لك عشان ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاطي نطاطي نطاطي. الكلمة هي بس اللحن اتعمل علشان يعبر عن الكلام. وكانت مدرسة كبيرة جدا 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 لحد ما جه بقى طبعا موسيقارنا الكبير محمد عبد الوهاب جمع بين المدرستين، بين المدرسة التعبيرية والمدرسة التطريبية. وآخر حاجة طبعا حميد الشاعري هو اللي عمل المدرسة الراقصة وكلم كل المدارس وعمل فصل جديد خالص. الخلاط حطهم في الخلاط، الفصل اللي هو الشباب اللي قاعده ورا دي يعني. فانا كنت في المدرسه بقى في حياتي الاولانيه المدرسه التطريبيه. دلوقتي انا بقيت في المدرسه التعبيريه اللي هي الفرفوشه اللذيذه، اللي هي الناس تغني معايا. واللي قال لي كده استاذي وكبير، يعني من الناس المزيكاتيه الكبير، استاذ طارق مدكور. ده استاذ كبير قوي، هو لو سمع ممكن ما يفتكرش. زمان قوي قال لي مش انت بتغني حلو؟ يبقى غني اللي الناس بتحبه حلو، غني اللي الناس تعرف تغنيه حلو. بسيب دلوقتي المايك للناس وانا اقول حته من الاغنيه والناس تغني معايا. يا سلام، اكتر حاجه ببقى مبسوط فيها والناس بتغني معايا. طب بما انك طلعت عميق وبما اننا دخلنا في المجال والتكنيكه بتاعت المجال، انا بس بيراودني اسئله كده وانت مش لدرجه بيراودني يعني. يعني قلت حاجات عميقه بس مش بيكتذبني. تمام. ليه ما يبقاش فيه من المدرسه بتاعتك اللي هي دلوقتي بس يبقى
اختيار الكلمات ليها علاقه بالعربي الصحيح، اللي هو اللي كان فيه شعر وكده، بس الالحان هي اللي تبقى بنت النهارده. فاهم قصدي؟ يعني انت مثلا عامل اغنيه اسمها بتستهبل، حلو، تستهبل دي عاميه درجه في الشارع، ماشي. بس انت اصلا لو يعني سوري لو انا كنت صغير وقلتها قدام امي هتقول لي ايه اللي انت بتقوله ده؟ كبير برضه يعني ان دي شاء الله المفاجاه لا. بقى. لا ان شاء الله لا. دي المفاجاه اللي انا هقولها لك. انت اتعرفت على امي قبل كده ولا ايه؟ امك صعبه جدا بيقول لك. تمام. فليه ما يبقاش فيه الميكس بتاع الكلمات الموزونه الثقيله اللي فيها حتى غزل بتاعت زمان، شعر الغزل، مع الحان اليومين دول اللي هي بتحرك بص، هي حاجه اللي انت بتقوله ده يعني شيء عظيم، يعني انا تعبت جدا فيه عشان احاول اعمله، بس هو في النهايه انت برضو بتقدم فن وبتقدم حاجات ليها علاقه بمعنى، بس انت بتبيع منتج لازم في واحد بيشتريه. مظبوط. المطرب مش هو المسؤول الاساسي عن الحاجات اللي بيعرضها، اللي بيشتري هو كمان المسؤول عن البتاع، لان انا مش هبيع حاجه ما بتتباعش. انا فضلت طول عمري ابيع حاجات ما بتتباعش واروحها واعملها وانشرها، واروح اروح البيت بعد كده، بعد ما اخلص الغنى اروح البيت، ما حدش بيجيبني في الافراح والحفلات، ما بيرضوش يجيبوني. فانا ابيع منتج الناس عايزينه، بينجح، الناس بتشتريه. اي نعم، اي نعم، لان هو بحر، انت كل ما بتنزل في الهبوط كل ما الناس بتشتري اكتر طبعا. فانا مش هبقى برضو بعمل كده، بس انا ممكن برضو اروح للناس بالشكل اللي هم عايزينه واخدهم معايا وارتقي، لان هم بيحبوك. حلوه دي حلوه. ودي في الخطه، هي دي الخطه، هو دي الخطه بقى الاساسيه. بص، هو الناس لما بتحبك وبتثق فيك بتبقى عندك مسؤوليه كبيره جدا، لانه بيحبوك، يقدر يسمعوا كلامك. اي حد الناس تقدر تسمع كلامه بقى عنده مسؤوليه، تبقى مؤثر اكتر، بقى مؤثر، بيحبوك. لو قلت اي حاجه بيحبوك، تقدر تقول حاجات حلوه وجميله وفيها ارتقاء بشكل حلو برضو. مش انا مش هعمل لك اغنيه ربع ساعه عشان انا بحب اغاني ام كلثوم، مش هعمل لك كده، لان اصلا المشوار نفسه ما بياخدش يعني عشان اسمعها. الدنيا بقت غير الدنيا اصلا، اسرع بكتير يعني. بس هقدر اعمل حاجه مناسبه تقدر اقدمها للناس ويقدروا الناس يسمعوها. وده انا غالبا ببتدي اعمله من الاوقات اللي احنا فيها. يعني انا عندي اغاني، انا عملت ألبوم في الشتاء اللي هو حبيبنا. الألبوم ده انا قلت للناس فيه، قلت لهم انا بعمل لكم اللي بتحبوه، بس استاهل منكم تسمعوا اللي بحبه. مش معنى كده اني ما بحبش الاغاني اللي بعملها، بحبها. ايوه مفهوم. لا مفهوم. بس في حاجات انا ببقى مبسوط وانا بغنيها، عايز اقولها لكم، مش عشان بقولها لك عشان انا ببيع لك منتج. ده انا عملته على فكره وعملت فيلم وثائقي بقول فيه قبل الالبوم ان انا محتاج اعمل حاجات مش ببيعها لك، انا اعملها عشان بحبها، وزي ما بعمل لك اللي بتحبه محتاج كمان تسمع اللي بحبه.